بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مش عارف إيه معنى إن في ناس تروح تأجر ساعة ولا ساعتين في قناة فضائية عشان خاطر يطلعوا السموم اللي جواهم تجاه النادي الأهلي. يعني كلنا عارفين طبعا الأخ أحمد جمال المطرود من قناة نادي الزمالك عشان كلامه ما عجبش مرتضى منصور. بيجيب ناس تبث السموم بتاعته وهو قاعد بيبث السم في العسل، يعني يستفز ويدي السؤال عشان خاطر يطلع الغل اللي جوه الإخوة. إخوة ايه؟ ما هم مش إخوة ولا حاجة. الجماعة اللي هم ايه ما بيفهموش حاجة أصلا. يعني إذا كانوا هم بيتكلموا في الكورة وما بيتكلموش كورة، هم بيطلعوا شوية الغل اللي جواهم والسم اللي جواهم تجاه كل ما هو ناجح في النادي الأهلي. زي مع اعتذاري للأستاذ الفاضل وسام اللي أطلق عليه على أحد المضانيق اللي هو عفة الشربيني. هو فاكر نفسه يعني ان هو بيفهم، لكن ما بيفهمش اصلا. بيتكلم الكلمة والنقيض بتاعها دايما. يوم يقول لك اللعيبة كويسة ويوم يقول لك لا. ده حتى امام عاشور نفسه ومروان عطية وكهربا يعني بعد ما قال عليهم ان هم ده احسن فريق، يعني احد التسجيلات بتاعته والحلقات بتاعته ذكرهم كده بالاسم كده واحد واحد ان دولت حاليا دلوقتي هم الجواكر اللي موجودين في مصر، اللي هم فريق النادي الاهلي. اصبح دلوقتي مروان عطيه ما بيعرفش يباصي الكوره حلوه، ما بيعرفش يجيب كوره بالعرض، ما بيعرفش يجيب اجوان، وبيقارنوا بمين؟ برؤى اللي هو قبل كده قال ان هو ما يستحقش يلبس تيشيرت الزمالك. يعني بيحطوا في نفس المساواة، في نفس الكفة مع رؤى. وانتوا عارفين رؤى وما أدراك ما رؤى، والمصائب اللي تصبب فيها للزمالك والمستوى الهزيل اللي وصل للزمالك بسبب رؤى دوت. لكن غصب عنه لأن الزمالك ما عندوش يعني موقوف قيده زي ما احنا كلنا عارفين، وما عندوش حد تاني يجيبه يعني غير سيروقة بتاعهم ده. وكهربا اللي عامل لهم حرقان دايما عامل لهم حرقان. بس اللي انت ما تعرفوش ان كهربا ده يعني في الاساس ابن الاهلي. يعني اذا كان راح للزمالك وما راحش من النادي الاهلي، راح من مش عارف انبي ولا حرس الحدود، فرقه من الفرق ديت مش فاكر بالظبط هي ايه. وبرضه كسبته من وراه كتير لما اعير لاتحاد جده، ودايما تقول له انا السبب في النعمه اللي انت فيها. مرتضى منصور كان دايما يقول له كده، انا السبب اللي انت بالنعمه اللي انت فيها. انت برضو قارن وقول انت كسبت من وراه قد ايه، اخدت من وراه قد ايه، وشبعت تريقه من وراه قد ايه. يوم ما كنت طالب مليون ريال فاكر، وقعدوا يحسبوها الجماعه السعوديين بالجنيه المصري، وانت طلعت انت راخر تتكلم وتقول المشكله اصلا الناس بيعملوا بيحولوا الفلوس من الريال للجنيه. ما علينا ما علينا ما علينا. صفحة وبنعتبرها انقفلت، صفحة مرتضى منصور اللي هو أنا بعتبره أساسا سبب في تخلف. مش هقول بس لا، تخلف الناس اللي بتتكلم دايما على النادي الأهلي. فيا ريت الناس ديت يعني مش عارف أقول يعني إيه. يعني أنتوا لو فيكم الخير كانوا استضافوكم في قنوات بيدوكوا فلوس، مش بتدفعوا فلوس عشان تطلعوا فيها. يعني لو فيكم الخير كنت طلعتوا. ده اليوتيوبر دلوقتي بيطلع في القنوات. يعني احنا شفنا الاستاذ الفاضل انا بقول الاستاذ فاضل لان هو فعلا يعني بيوصفكم بوصف فعلا يعني وصف ممتاز، اللي هو الاخ وسام. في عندكم طبعا في يوتيوبر زملكاويه على قدر كبير من الاحترام زي اسلام علوي، انا متابعه وبسمعه دايما باستمرار.
ومن الحياديه بتاعته ذكروا الاستاذ ابراهيم المنيسي والاستاذ عادل القيعي اللي هم اهلاويه وشاربين من ميه الاهلي ومعجونين اهلي. ذكروه ليه؟ لانه انسان بيتكلم بحياديه غيركم انتم خالص. انتم كل هدفكم اصلا بس السموم والغل من ناحيه الاهلي. انتم والجماعه اللي بيطلعوا في القناه الثانيه بتاعت اسلام الغير صادق مع رئيس هيئه المضانيق برضه، وصف الاستاذ اسلام قصدي اسف الاستاذ وسام رئيس هيئه المضانيق ابن بهتيم البار. هو بيقول على واحد كده ميزو ابو صباع في ودنه ابن الليحه البار، لا ده بقى ابن بهتيم البار اللي ما حدش ابدا اتفق عليه ان هو بيفهم، اللي بيفهم كوره، اللي كان بيتكلم ويقول لك انا اللي رجعته بظهري دوت باللي عمله امام عاشور كله. انت لعبت يا ابني في الاهلي لما اتطردت من الزمالك وقال لك الباب يفوت جمل. انت فاكر ولا نسيت يعني؟ ولا كنت فاكر؟ كنت ناسي افكرك لما طردوك من نادي الزمالك جريت على الاهلي. انت اللي جريت، محدش جري وراك، انت اللي رحت للكابتن عادل القيعي. ولا نسيت؟ يا ريت ابد، يا ريت يا اخي، يا ريت والله العظيم ثلاثه. يعني انا قبل كده انا بعت رساله لرئيس القناه الاستاذ نشأت التيهي وقلت له ان الناس ديت قربت خلاص، قربت تمسح القناه دي من على الريسيفرات بتاعتها من كميه الغل والحقد اللي بيطلعوه الناس اللي عندك، امثال اسلام الغير صادق واسمه عبد العال ده، رضا عبد العال دوت، ولا اسمه رضا ايه دوت، الله يخرب بيت الايام اللي وقعتنا في ناس زيكم. ابن بهتيم، نقول ابن بهتيم البار. يلا ربنا يهدي، مش عنديش حاجه اقولها اكتر من كده يعني.